لو كنت تملك 86,400 دولار أو جنيه استرليني أو دينار، وجاءك من يأخذ منك 5 منهم أو أقل أو 10، هل حزنك على ال5 تنسيك فرحة أنك تملك هذا المبلغ 86,400؟ أكيد لا، لأن الإنسان ينظر إلى المبلغ الكبير الذي معه ويتناسى تماما هذه ال5 الذي أخذت منه. طيب أنت في اليوم كل 24 ساعة تملك 86,400 ثانية، فإذا جاء من ينكد عليك بخبر أو بشيء معين أو بموقف في خلال ثواني 5 ثواني، هل تعيش مع ال5 ثواني النكد وتنسى طوال اليوم أن تصنع خيرا أو تزرع خيرا أو تثمر خيرا أو تصنع شيئا طيبا ترضي به مولاك سبحانه وتعالى وتعيش به سعيدا في نعم الله عز وجل؟ إن العاقل هو الذي يستغل العمر في صناعة الخير ولا يتأثر بهؤلاء الذين يدخلون الحزن والنكد على الناس. لا تجعل أحدا من الناس يدخل عليك الحزن والنكد، وإنما اسعد بنعم الله عليك واسعد بالوقت الذي أعطاه الله لك، فهو أغلى ما يملكه الإنسان، هو الوقت الذي يستثمر في صناعة الخير. بورك لي ولكم في كل أوقاتنا وجعلت كلها طاعة لله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.